ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فكره الفيديو النهارده عن الترند اللي طالع جديد، ترند المشاهير اللي البنات بتعمل صورها مع ممثلين، لعيبه كوره، مغنيين، اي حاجه، يعني اي حد هي حباه. ففي صور من الصور ديت اتشهرت جدا، ويعني الناس اتكلمت، قالوا ان البنت ديت المفروض ان هي كانت متجوزه واتطلقت بسبب ان هي نزلت صورتها يعني مع الممثل ده. فكره الفيديو النهارده هتكلم عن ان البنت اللي انت خاطبها او متجوزها، انت ممكن تكون مش انت الشخص اللي مالي عينها، مش انت الشخص اللي هي كانت بتتمناه، اللي هي في تخيلاتها. اوقات في بنات ممكن يتقدم لها حد او تتخطب لحد او تتجوز لحد استخسار ان هي تسيبه، ومفيش جواز ومفيش حد بيتخطب ولا اي حاجه، فاللي هو زي بعض. ففي نوعيه من البنات بتقبل بحاجه زي كده، تمام انا معايا، بس هي ممكن ما تكونش حباك، طموحاتها في حاجات تانية كتير. البنات اوقات بيمشوا بمبدا والله انا مش بحبه دلوقتي بس انا قدام هحبه. مفيش حاجه اسمها كده. الشخص اللي انت مش منجذبه له دلوقتي ولا عاطفيا ولا جنسيا، هو ده مش هيحصل قدام ولا دلوقتي ولا بعد الجواز، لان بعد الجواز اصلا انت مش حاطيه ان هو يقرب منك، يحضنك او يبوسك او يعمل اي حاجه. حتى في العلاقه مش حاطيه ان انت مثلا تعملي ده معاه، لان مش هو ده اصلا اللي انت كنت عايزاه. انت مخك في حته تانية. ده كلامي للبنات. كلامي للرجاله ان انت ممكن تبقى مع واحده وعادي جدا تتخيل حد تاني مكانك. يعني انت مثلا معاها في السرير وهي تتخيل اي حد تاني بقى كانت بتحبه، مثلا الاكس، حبها القديم، ممثل هو مثلا في خيالها على طول. فكرة ان ممكن تبقى معاها في السرير وتتخيل حد تاني خالص مكانك. يعني مفهوم الخيانة عند الست ان هي تخونك في السرير مثلا، انما خيانة اللي هي تتخيل حد تاني، لا ده عادي، ده تخيلات، دي حاجات عادية. دي بتتخيل حد تاني مكان جوزها. ده ليه؟ لان مش انت اللي هي عايزاه، هي ما بتحبكش. هي لو بتحبك بجد عمرها ما هتفكر تعمل حاجة شبه كده، او هيجي في تخيلاتها اي راجل تاني غيرك. انت الوحيد اللي هتبقى في دماغها. هي عمرها ما هتبص لاي حد تاني مهما كان مين، مهما كان وسيم قد ايه او حلو قد ايه او ايا يكن او غني قد ايه، عمرها ما هتبص لده لو البنت فعلا حباك. مش انت الشخص اللي هي كانت تتمناه ابدا، مش انت خالص. هي مخها في حته تانية ومخها في حاجات تانية. وياما شفنا كتير قوي فيديوهات لبنات مثلا مخطوبه او في فرح وتلاقيها زعلانه او متضايقه، يعني هي لو عليها هي عايزه تمشي، هي عايزه تهرب. ده ليه؟ هي مش عايزاه، هي مش طايقاه. ودي اول ما هتتجوز ويتقفل عليهم باب هما الاتنين، هي مش حاطيه ان هو يقرب منها، مش حاطيه ان هو يلمسها ويعمل اي حاجه او يقول لها حتى اي كلام، لان مش هو ده اللي هي عايزاه. هي عايزه حد تاني خالص في مخها. البنت عباره عن حياه وسمعه. فاللي انت بتعمليه ده، نزلي صورتك مع حد تاني، انت مثلا في حياتك حد ومنزله صورتك مع حد تاني، دي خيانه، دي حاجه كبيره قوي. ومفيش راجل عامه في الحياه هيقبل على نفسه ان هو يبقى مع واحده بتفكر في حد تاني، تبقى معاها مثلا في العلاقه مثلا انتوا الاتنين، وبتتخيل مثلا احمد عز مكانك. مش عارف اقول ايه، في كلام مش هينفع اقوله عشان الفيديو ما يتحذرش. هحاول ان انا انقي الكلام في الفيديو ده، عشان لو اتكلمت وخدت راحتي في الكلام فالفيديو ده بنسبه كبيره ممكن يتحظر او يحصل اي حاجه. لو هو يا بنت الحلال مش مالي عينك، اتجوزتي ليه؟ قلتي تمام ليه؟ واتجوزتي ليه؟ ودخلتي معاه في علاقه ليه؟ زي ما قلنا، لو هو من الاول مش عايزاه، بعدين برضو مش هتعوزيه، مش هتحبيه. سيبك من حته ان انا ما بحبوش قبل الجواز وهحبه بعد الجواز، بجد ده مش هيحصل. الحب بيجي من اول مره، لو ما جاش في الاول مش هيجي بعدين. الفكره كلها ان انتوا الاتنين هتتجوزوا، هتتعودوا على بعض، انت هتتعودي عليه بس، ولكن مش هتحبوا بعض. في فرق كبير قوي بين ان انت تحبي شخص وتتعودي على الشخص. ده هيبقى تعود بس انت مفكره ان هو حب، بس ده تعود. عايشين مع بعض، بتاكلوا وتشربوا وبتصحوا كل يوم تلاقيه في وشك، انت تشوفيه هو يشوفك، بتشوفوا بعض في كل بقى حالاتكم، فخلاص هتتعودوا على بعض. وتاني، لو انت شخص خاطب واحده ولقيت البنت اللي معاك عملت اي حاجه من الحاجات دي، خد بعضك وامشي، خد بعضك وافسخ الخطوبه، لان مش انت الراجل اللي مالي عينها. تمام؟ البنت لو شايفاك ان انت شخص قيمتك عاليه، عمرها ما هتفكر ان هي تعمل حاجه زي كده. مش هيجي في تخيلاتها اي حد تاني غيرك انت. كل واحد من حقه انه يختار شريك حياته اللي يناسبه ويشوف ان هو ناضج وهيريح. ما تكملش مع حد من النوعيات دي، او ما تكملش مع حد بالتفكير ده. فكره بقى ان البنت اللي قدامك دي طموحها في شخص معين، الموضوع ولا له علاقه بمتجوزه ولا سنجل ولا حتى متطلقه. الفكره ان ما بقاش في حياء. يعني البنت طبيعتها الخجل والسمعه والحياء، دول مش موجودين اصلا. لو واحده متجوزه وعملت كده، تقعد انت تفكر مثلا في جوزها ده اللي هو مطحون عين امه في الشغل عشان يوفر لها حياه كويسه ويعيش عيشه كويسه هي وعيالها، هي دماغها في حته تانية خالص يا باشا، مع احمد عز بقى والممثل ده واي حد، وعمرو سعد واحمد مالك واي حد هي بتكراش عليه. دي اوقات كتير البنت بتتجوز
عشان تعمل بيت واسره واولاد وتتجوز وتهرب من العنوسه، وخلاص انا حققت بقى كل حاجه قصاد المجتمع، انا اتجوزت وخلفت، خلاص انا حققت كل اللي الناس عايزاه. فعشان كده في جوازات كتير قوي ما بتكملش بسبب كده، هي مش عايزه الشخص ده، بس هي في نفس الوقت عايزه تهرب من العنوسه، فانت الوحيد اللي موجود. لان انا قبل كده اتكلمت في فيديو قبل كده وقلت لكم البنت هي بتختار اعلى قيمه، بتختار احسن واحد. اتكلمنا كتير وقلنا ان انت مش احسن واحد في الدنيا ولا اغنى واحد في الدنيا ولا اوسم واحد في الدنيا، كل حد فيه اللي احسن منه. فانت لو مع واحده فانت احسن حد بالنسبه للي هي عرفته، ولكن ممكن يكون طموحها في ناس تانية كتير قوي، طموحها في ناس احسن منك بكتير، بس هي ما عرفتش تجيبهم، هم ما تقدموش، فانت المتاح. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.